سمعت عليه. خاص جدا. وملي جا محمد السادس خصنا نتذكروا علاش محمد السادس تخلى على دريس البصري. شنو هو من الاسباب اللي تعطات للمغاربه باش يقول لهم غنجريو على واحد السي اللي كان ركيزه النظام. انا نقدر نقول لك ان دريس البصري تلاقيت معاه بضع مرات ملي ما بقاش وزير، تلاقيت معاه جوج ولا ثلاثه المرات. ما عمرني في شي واحد متشبت بالمخزن بحال دريس البصري. زعما تقدر تنعتو بجميع النعوت من غير انه ما كانش وفي العرش. زعما هذه ما تقدرش تقول حتى هو خارج ما المنظومه. تيهضر على الحسن الثاني بحال جالس حداه. ملي كيدوي على الحسن الثاني بحال الحسن الثاني جالس حداه تيتصنت لنا باش نقول لك. وما عمرو قال كلمه ماشي هي هذيك على الملك محمد السادس. عجيب. معايا انا زعما انا ماشي، انا ما معروفش بيا انني من المساندين الكبار ديال النظام الى اخره. هذه نقدر نشهد بها. علاش شنو هو من السبب اللي ما نقدرش نقولوا السبب الرئيسي علاش تخلى على البصري؟ لانه كانت مظاهرات في العيون وفي الصحراء ديال الصحراوه. كانت المطالب مطالب اجتماعيه واقتصاديه. ما كانش الدرابو ديال الجمهوريه الصحراويه، ما كانش هذا. كانوا الناس خرجوا تيقولوا عطيونا الحقوق ديالنا الاجتماعيه. عرفتي بحال داكشي ديال الريف اللي وقع في الريف 2017، بحال داكشي مشابه ديال الناس كيخرجوا باغيين الحقوق ديالهم الى اخره. ناضوا البوليس شبعوا فيهم عمود، شبعوا فيهم عصا وكلاو العصا الى اخره، وبها باش جراو على البصري مباشره بعد ودار. والملك دار واحد الخطاب ديالو ديال 6 نوفمبر ديال سميتو ديال المسيره الخضراء. تما فين علن الكوركاس، قال غادي نديروا الكوركاس وغادي الناس سينتخبون بطريقه ديمقراطيه. قال غادي ندير شنو الكوركاس هما الممثلين ديال الناس الصحراء. الان راه مجمد. وانا جايك لان حتى هذه فيها مهمه. قال غادي نديروا الكوركاس، والكوركاس غادي يكون هي الهيئه اللي غادي هذا معاهم غادي نتناقشوا. دونك بمعنى ان الصحراوه غادي ينتخبوا ديمقراطيين الممثلين ديالهم. الصحراوه ما غاديش ندخلوا في هذه المساله هذه، وغادي نجلسوا وغادي نلقاو حل.